بعد ما شاف الانسان العاقل كيفاش يقدر يتعاون وينظم حياته بطريقه اللي كتخليه اقوى من باقي الانواع، بدا كيقرب من بعضهم البعض وبداو كيشكلوا مجموعات صغيره. هاد المجموعات الصغيره كانت البدايه ديال واحد الحياه اجتماعيه اللي غادي تولد منها حضارات في المستقبل، حيت ما كانوش غير كيشكلوا مجموعات، ولكن ولاو كيخدموا وكيعيشوا بجانب بعضهم وكيتشاركوا نفس القيم والاساطير والافكار. ولكن هاد المجموعات الصغيره ما كانوش سهله التنظيم، كانت عندهم تحديات كثيره خاصهم يواجهوها. في الواقع الحياه في الطبيعه عمرها ما كانت سهله، كانوا ديما كيحتاجوا طرق جديده باش يواجهوها، حيت كل خطوه في التطور كانت كتطلب منهم قدره جديده في التفكير واستراتيجيات جداد في التعاون. هاد القدره على التعاون بواحد الطريقه اللي كيقدروا يعيشوا فيها في مجموعات كبار هي اللي خلات الانسان العاقل يتفوق. ولكن التحديات بقات ديما مستمره. البشر من صغرهم كيلاحظوا اي حاجه كتدور من حداهم، كيتعلموا بسرعه من التجارب اللي كيعيشوها، ولكن ماشي كلشي يمكن لينا نتعلموا بوحدنا، خاص ضروري شي طريقه اللي ننقلوا بها التجارب والافكار بيناتنا. وهنا فين ندخل الدور ديال الاساطير والقصص، واللي كانت اداه عظيمه في الواقع لنقل الافكار وتعلم التحديات اللي كيواجهوا. الاساطير ما كانش غير قصص، بل كانت كتلعب دور كبير في الحفاظ على النظام الاجتماعي. مثلا القصص اللي كانت على الحيوانات القويه والخطيره اللي ممكن انهم يقتلوك بسهوله، كانوا قصص كيوجهوا الناس باش يحميوا بعضياتهم من هاد الحيوانات. وكانت قصص اخرى كتخدم بحال شي قوانين، بحال مثلا ما يمكنش لك تدخل شي منطقه، ولا شي افعال ما يمكنش لك ديرها. هاد القصص كانت كتبقى ديما في البال ديال الدراري الصغار وكتساعدهم في التعامل مع الحياه. ولكن الانسان العاقل مشى ابعد من هذا المستوى، بحيث بدا ماشي غير كينقل الحكايات والاساطير، ولكن بدا يخلق قصص على العالم اللي الفوق، على كائنات غير مرئيه، آلهة وأرواح اللي كيتحكموا في الطبيعة. وبهذا الشكل ولات عندهم قصص كيقدروا يوحدوا بها الأفكار والمعتقدات ديالهم. هذا الإيمان المشترك زاد من القوة ديالهم، بحيث أن كل مجموعة كانت ديما كتوحدها واحد الفكرة موحدة كيآمنوا بها كاملين، وهذا الشيء خلاهم يكونوا أكثر استعداد أنهم يحميوا بعضياتهم ويواجهوا المخاطر. مع مرور الزمن الحياة الاجتماعية ديال الإنسان العاقل ولات كتزيد تعقد، المجموعات الصغيرة بدات كتكبر وكتزاد العلاقات الاجتماعية بيناتهم، وهكا بداو كيتعلموا كيفاش يعيشوا مع بعضياتهم بواحد الطريقة اللي كتخلق التوازن في العيش ديالهم. وبهذه الطريقة بانت العلاقات الزوجية. العائلات ولات شي حاجة مهمة في الاستقرار ديال المجتمعات. الزواج عند الإنسان العاقل كان كيخدم واحد الهدف اجتماعي أكثر من كونه شخصي، حيث كل مجموعة كانت كتحاول تربط علاقات بين الأفراد ديالها بحيث كيبقاو مجموعين ومتعاونين. كل عائلة كانت كتكون عندها دور خاص في القبيلة، كتشارك مع الآخرين في الصيد وفي جمع الموارد، وكانوا كيعلموا الأجيال الصغيرة القيم بحال التضامن واحترام الآخرين. وهكا بدا المجتمع كيتكون وكيتقوى. ومن بين الحوايج اللي خلى الإنسان العاقل يبني مجتمع منظم هو القدرة على تبادل الأفكار، بحيث أن العلاقات الزوجية والعائلية كانت كتساعد في الربط بين المجموعات، كيبدلوا التجارب والمعلومات وكيشكلوا وحدة متماسكة اللي كيقدروا يقاوموا بها المخاطر، سواء كانت من الطبيعة ولا من الحيوانات. الإنسان العاقل بدا كيتعلم بزاف ديال الأمور من خلال التجربة ديالو. وهنا بدات كتبان شي حاجة جديدة في المجتمع ديالنا واللي هي التخصص. بعض الناس ولات كتفوق في الصيد، بينما آخرين بداو كيتفوقوا في جمع النباتات، وحدين آخرين ولاو كيعرفوا الأعشاب السامة من النافعة، وحدين آخرين ولاو كيعرفوا كيفاش يصوبوا الماكلة وكيفاش يخزنوها لفترة أطول. في هذه اللحظة بدا المجتمع ديال الإنسان العاقل كيشوف أن كل واحد عنده قيمة خاصة، وقدروا يتعاونوا كاملين باش يحققوا المصلحة العامة. التخصص في المهام خلاهم يقسموا الشغل بيناتهم بواحد الطريقة اللي فعالة، ماشي غير الصيد اللي كان مصدر وحيد. مثلا العيالات ولات عندهم دور كبير في جمع النباتات والتعرف على الأنواع المفيدة، وهكا بدا المجتمع ديالهم كيستقر. ولاحظوا أنه كل ما زادت المهارات اللي كيكتسبوها كل ما كانت الحياة ديالهم كتولي أسهل وأكثر أمان. الإنسان العاقل ما بقاش غارق غير في الحياة اليومية ديالو، ولكن بدا كيتعلم كيفاش يخطط للمستقبل، بدا كيعرف أهمية تخزين الطعام باش يواجه بها الأوقات اللي صعيبة. في البداية كانوا كيخزنوا اللحم من بعد ما كيصيدوه وكيجفوه باش يطول مدة الصلاحية ديالو، ومن بعد بداو كيتعلموا كيفاش يخزنوا النباتات والبذور باش تبقى عندهم مورد في الفترات اللي كتكون الحياة صعيبة. هذه القدرة على التخزين خلات الإنسان العاقل يطور طرق جديدة في التنظيم، ولا عندهم تخزين جماعي اللي كيعاون الجميع. كل واحد عنده مسؤوليته وكل واحد عارف الدور ديالو، وبهذا الشكل المجتمع ديالهم ولا أكثر تنظيم وكيخطط للمستقبل بطريقة أفضل. والتخزين ما غاديش يوقف غير هنا، بحيث أنه غادي يكون الخطوة اللي غادي تجرهم نحو اكتشاف الزراعة، ولكن هذه غادي تكون قصة أخرى في المستقبل. بالرغم من كل التطور والتعاون، الإنسان العاقل ما كانوش ديما في حالة سلام، بحيث مع مرور الوقت ولات كاينة المنافسة على الموارد بحال الطعام والماء والأراضي الآمنة، ولو كيبانوا بعض المجموعات اللي كيتخاصموا على هذه الموارد
الموارد، وهكا بدات كتبان الحروب والصراعات الصغيرة. في البداية كانت مجرد مشاحنات بسيطة، ولكن غدا تولد ثقافة ديال الصراع والقتال. هاد الصراعات كانت كتكون لأسباب بسيطة بحال الدفاع على منطقة أو حماية الموارد من مجموعة أخرى، ومن بعد بداو كيتعلموا كيفاش يديروا خطط للحروب وكيفاش يدافعوا على راسهم بطرق جديدة. وهكا بدا الإنسان العاقل كيوجه راسو لمرحلة جديدة من حياته اللي غادا تشمل الصراعات السياسية والاجتماعية. ولكن حتى مع وجود الصراعات كانوا ديما كيتعلموا كيفاش ينظموا المجتمع ديالهم بطرق كتزيد من التماسك ديالو، وكيحاولوا يبقاو مجموعين باش يحافظوا على استقرارهم والأمان ديالهم. الحياة الاجتماعية اللي بداها الإنسان العاقل كانت أول خطوة حقيقية نحو بناء حضارة ديال الإنسان، واللي غادي تخلق فيها ثقافة وأساطير وقوانين اللي كتجمع بين الناس. بداو كيحلموا بالمستقبل وكيخططوا للمجتمع، وهذه كانت البداية اللي غادي تقودهم لاكتشافات أكبر في المستقبل. هنا غادي نكونوا سالينا الحلقة ديالنا، شفنا فيها كيفاش أن الإنسان العاقل بدا كيأسس الحياة الاجتماعية ديالو وكيواجه التحديات بطرق جديدة. مع كل خطوة كيحققوها كيكتشفوا أن الحياة كتطلب أكثر من القوة الجسدية، ولكن حتى الفكر والقدرة على التعاون كتحتاج ذكاء وتنظيم.